بس خلينا نشيل حارة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيبة. مرحبا حبايبي، شلونكم يا حلوين؟ صار لي فترة كلش طويلة ما منزلة فيديو على اليوتيوب، لأن كله كنت أنزل بس شورت فيديو، يعني فيديوهات قصيرة. اليوم قررت أسوي دولمة. هنا مثل ما تشوفون محضرة الغراض مالت الدولمة، وقعدت ألف بيها لأنه صار فترة كلش طويلة ما مسوية دولمة. فالأولاد رادوا من عندي أسوي لهم دولمة، وأنا كل مرة كنت أأجل أقول لهم هذا الأسبوع وهذا الأسبوع لأنه مشاغل الحياة. بس اليوم قلت يلا قومي على حيلك، حضري المواد وقومي سوي جدر دولمة لعائلتك. هنا مثل ما تشوفون لفيت البصل، وهاي الحشوة مثل ما تشوفون، وحضرت الغراض مالت الدولمة. عندي السلق والشجر والفلفل والباذنجان، كلها حفرتها نظفتها وغسلتها. هنا نقعت السلق وكمل جدر الدولمة مالتنا مثل ما تشوفون. السلق هنا كل شيء يعذب، السلق مو مثل اللي موجود عندنا بالعراق، أصلا الخضرة مو مثل اللي موجودة بالعراق. بس شو نسوي، هذا الموجود واحد يعني يتصرف على ضوء. يعني لفها وتحضير. هنا بعد ما كملت الجدر مالت الدولمة كان هذا شكله النهائي. ما تاخذ من عندي 10 دقائق. كل وحدة من عندنا عندها لفة دولمة بالطريقة اللي هي تشوفها صحيحة، بس كلها نفس النتيجة، باختلاف مثلا المواد اللي تخليها أو التتبيلة. هنا أنا بعد ما كملته وخلصت كم شغلة ولملمت المطبخ، قلت أخليها على النار. الدولمة راح أخليها على النار ونشوف النتيجة النهائية. هنا مثل ما تشوفون كملنا الدولمة. بس خلينا نشيل حارة. بسم الله الرحمن الرحيم. باع الريحة، باع الحموضة. بس طلعونا شو اسمه البصل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بس أنا آكل. نشوف شلونها. طيبة. حامضة ولاجعة تجنن. هاي الزلاطة، الخيار.